كنت مرة باعمل يعني زي ورشة عمل كده، مؤسسة غير حكومية. كنت باسأل البنات عن مفهوم الاستحقاق، يعني إيه إنِّك تحسّي إنِّك تستحقي؟ فالسؤال كان شوية يعني مفاجئ بالنسبة لهم، وكأنه الفكرة مش مطروحة أوي. واحدة ردت عليَّ قالت لي أنا أستحق إن أنا يعني الناس تعاملني كويس، وإن أنا أتجوّز جوازة كويسة، وكمان أشرّف أمي، وإنه ما حدّش يقول عليَّ كلمة وِحشة. فهمت بعد كده من البنت إنه مفهومها عن الاستحقاق إنه ما حدّش يبُص لها بصّة وِحشة، وما حدّش يقول عليها إنها تربية واحدة سِت، لإنه البنت دي مامتها هي اللي مربياها، هي وأخوها، وأخوها من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأب يعني هرب من المسؤولية تماماً، والأم بقت متكفلة تماماً بكل حاجة في الرعاية والإنفاق، وإن هي يعني تربي الولاد وتهتم بيهم. والبنت دي كمان بالمناسبة هي يعني متعلمة تعليم كويس وبتشتغل. انتوا واخدين بالكم يعني ايه يبقى ترجمة الاستحقاق عند بنت جميلة زي دي إن هي بس محدش يقول عليها إنها تربية واحدة ست، بدل ما تبقى مفتخرة بإن هي تربية واحدة ست؟ قد كده الجملة دي يعني أزعجتني جدا، لأنها بتبين قد إيه المفاهيم عندنا مغلوطة، وإن إحنا المجتمع رمى علينا حاجات كتيرة قوي، خلى الناس تفهم الاستحقاق غلط، التقدير غلط، إنه الحاجة الرائعة اللي صح إن إحنا نفتخر بيها للأسف ممكن نبقى بنحاول يعني ممكن نتكسف منها، أو نحاول ندافع ونبرر وجودنا في هذا الظرف بسببها. عشان كده لما بنتكلم عن كلمة الاستحقاق أرجوكي بدماغك بالورقة والقلم عرفي كلمة استحقاق بالنسبة لك. لما بتسمعي الكلمة دي ماذا تعني ليكي كلمة استحقاق؟ كل ما تعنيه الكلمة. انت تستحقي علاقة شكلها ايه؟ تستحقي أفكار ومشاعر شكلها ايه؟ ايه استحقاقك في الدنيا؟ ترجمي كلمة استحقاق.